السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائنا ومتابعينا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة قادة غيروا مجرى التاريخ، واللي من خلالها بنسلط الضوء على ابرز الشخصيات العظيمة القيادية اللي اتعرفت بحنكتها وقوتها وقيادتها العظيمة للدول الاسلامية. من أبرز هذه الشخصيات النهاردة واللي انحنى لها التاريخ احتراما وتقديرا واللي سابت أثر كبير حتى يومنا هذا. بطلنا النهاردة يعرفوا جميع المسلمين، ومش بس كده، يعرفوا جميع العجم والفرس، وهو البطل العظيم الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. اسمه الحقيقي يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شادي ابن مروان ابن يعقوب الدويني التكريتي، واللي لقب بأبو المظفر والملك الناصر، وأخيرا بصلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية. اتولد صلاح الدين في قلعة تكريت شمال العراق عام 532 هجريا 1138 ميلادية، وكان أبوه نجم الدين أيوب التكريتي وأمه ست الملك خاتون. أما أبوه وأمه اتجوزوا عن قصة عجيبة ذكرها المؤرخين وسردها التاريخ في مواضع كتير. كان دايما بيقول ان نفسه يتجوز من امرأة تتقي الله ويكون ليه منها ابن يحرر به الله على يديه بيت المقدس. وفي يوم من الايام كان جالس في قصر الملك فسمع صوت امرأة من وراء حجاب بتقول للملك اللي كان وقتها بيعرض عليها الجواز من احد الرجال: اني لا اريده، انما اريد رجلا يتقي الله ويكون لي منه ولدا احسن تربيته ويصبح فارس مغوار يفتح الله على يدي بيت المقدس. فهذه المرأة كانت ست الملك خاتون ام صلاح الدين الايوبي. فهنا انبهر نجم الدين ايوب والد صلاح الدين بكلمات هذه المرأة، وعلى طول طلب من الملك ان يتزوجها. ولما تم الزواج جاء الى الدنيا بطلنا المغوار صلاح الدين الايوبي، اللي اتربى تربية صعبة وشديدة جدا، واللي نبت عنها ذلك المقاتل العنيد والمحارب الصنديد. حتى ان في يوم من الايام رجع والد صلاح الدين للبيت فشاف صلاح الدين بيلعب مع الاطفال فعنفه بشدة وراح شايله ورماه بقوة على الارض وقال له الجملة المشهورة التي لم ينساها له التاريخ: لم أنجبك لهذا وإنما أنجبتك لتحرير بيت المقدس. فالكلام ده دخل قلب صلاح الدين وأثر فيه جدا، فنظر صلاح الدين لوالده نظرة طاعة للكلام اللي قاله، فقال له نجم الدين أيوب: ألم توجعك هذه السقطة؟ لماذا لم تتألم؟ فرد عليه صلاح الدين بكل عفوية وقال له: ما كان ينبغي لرجل سيحرر الله به بيت المقدس أن يتألم من سقطة كهذه. فكانت لهذه التربية العظيمة أعظم الأثر على سيرة وحياة الناصر صلاح الدين الأيوبي. كان صلاح الدين الأيوبي التلميذ المفضل للسلطان نور الدين محمود زنكي، فورث منه الخشية والورع وحب الجهاد. ولما انتقل صلاح الدين هو وعيلته لمدينة بعلبك ومنها لدمشق، هناك قضى صلاح الدين طفولته وفترة شبابه في بلاط الملك العادل نور الدين محمود زنكي سلطان الدولة الزنكية في الشام والعراق وقتها، واللي اتكلمنا عليه في حلقات سابقة قبل كده. فلو عاوزين تعرفوا أكتر مين هو السلطان نور الدين محمود، هسيب لكم ان شاء الله رابط الحلقات في الوصف تحت الفيديو. وكان السبب في انتقال صلاح الدين لدمشق ان افراد عيلته كانوا بيعملوا قادة وولاة في الدولة الزنكية. وفي دمشق برع صلاح الدين الايوبي في دراسة العلوم والرياضيات والهندسة وعلوم الشريعة الاسلامية وتاريخ العرب والشعر بجانب الفروسية وفنون المبارزة، لكنه كان اكتر حبا للعلوم الشرعية والفقه الاسلامي من العلوم العسكرية اللي اتعلمها على ايد عمه اسد الدين شريكوه، اللي كان وقتها قائد عسكري كبير في جيش الدولة الزنكية. وكان صلاح الدين عمره وقتها 14 سنة، فكان صلاح الدين اكتر من مجرد محارب وتلميذ نجيب. لما لاحظ فيه السلطان نور الدين زنكي قدرته العسكرية والإدارية فقربوا منه وائتمنوا على سره، وأصبح التلميذ المفضل للسلطان نور الدين، وكان بمثابة الابن ليه، وأصبح من أهم القادة في العيلة الأيوبية والدولة الزنكية وهو عمره 26 سنة بس. ووقتها كانت مصر تحت حكم الدولة الفاطمية، اللي كانت في الوقت ده مليئة بالصراعات والثورات بين مختلف الطوائف من مماليك وأتراك وسودانيين ومغاربة.
المغاربة، فالأوضاع ما كانتش مستقرة بسبب الاضطرابات اللي سببها تولي عدد كبير من الخلفاء الفاطميين في مدد قصيرة، وكان بيتحكم في قراراتهم سلسلة من الوزراء. ومن الوزراء دول كان في صراع بين شاور بن نزار السعدي وأبو الأشبال درغام بن عامر على منصب وزارة الدولة الفاطمية، اللي كان خليفها وقتها الخليفة العاضد لدين الله الفاطمي. فانتصر في الصراع ده الوزير درغام على شاور، وهرب للشام ولجأ إلى السلطان نور الدين محمود وطلب منه النجدة والعون، وعرض عليه وأطمعه في حكم مصر. وكان وقتها وصل لأسماع السلطان نور الدين محمود طمع ملك بيت المقدس الصليبي عمور الأول في ضم مصر لمملكة بيت المقدس اللي كانت تحت الحكم الصليبي وقتها. فلما شاف السلطان نور الدين محمود الخلافات دي ورأى طمع ملك بيت المقدس الصليبي في احتلال مصر، فأرسل السلطان نور الدين محمود عام 559 هجريا 1164 ميلاديا جيش إلى مصر بقيادة أسد الدين شيريكو، وكان مساعده ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي اللي كان وقتها زي ما قلنا قبل كده عنده 26 سنة. فلما عرف وقتها الصليبيين إن الجيش القادم بقيادة أسد الدين شيريكو تركوا مصر، لأن الأكراد وقتها كانوا مشهورين جدا بكونهم محاربين أشداء وقوية جدا، فدخلوا مصر وتعين أسد الدين شيريكو وزيرا لمصر. ومات أسد الدين شيريكو عام 564 هجريا 1169 ميلادية، وتولى بعدها صلاح الدين الأيوبي الوزارة خلفا لعمه أسد الدين شيريكو. فطبعا حيكت المؤامرات من أرباب المصالح، وبدأ الحقد على صلاح الدين لكونه أول وزير ذو سلطة ونفوذ سني في الدولة الفاطمية ذات المذهب الشيعي. ولكن تغلب صلاح الدين على هذه المؤامرات والفتن الخارجية إلى أن استتب الأمر لصلاح الدين تماما في مصر. وبعد موت الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله عام 566 هجريا دفع صلاح الدين العلماء إلى المناداة بالمستضيء العباسي خليفة والدعاء له في خطبة الجمعة باسمه من على المنابر، وبكده تكون انتهت الدولة الفاطمية في مصر. وحكم صلاح الدين مصر كممثل للسلطان نور الدين محمود اللي كان في النهاية يقر بالخلافة العباسية، وعادت مصر إلى الخلافة الإسلامية مرة أخرى، وأصبح صلاح الدين حاكم مصر الوحيد. وتكون دي أول خطوة لقيام الدولة الأيوبية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله الحلقة اللي جاية. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم إشعار بالفيديو الجديد إن شاء الله، وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واشوفكم باذن الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.